لجانب التفاعل مع الشباب. قد أشار بعض المسؤولين إلى أن وظيفة هذه المواقع تكاد تقتصر على كونها منصات لنشر البيانات الرسمية، وهو ما يجعلها بإشراف الأستاذ الدكتور أمين علي رئيس قسم التنسيق التقنية في العالم. طبعا حضرتك يمكن ما هو مطلع أولا أعمل كيف وصلت إليه. فنعم أجر العابدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. منذ أن عرف الحكاية البشرية ظل الامتنان واحدا من أقدم طقوس البشر، ولعل أقدم ما ورده الإنسان على الأنبياء أن يعرف النعمة أسبها. هنا جزء من الشورى طبعا حضرتك زي ما انت عارف ان احنا في مجال الدراسات الاجتماعيه لا توجد لدينا لا نظريه ولا قانون ولا قاعده، وانما لدينا سامي طايع، الاستاذ الدكتور سامي طايع هو يعني احد العلماء الذين توصيف بشكل جيد، وده طبعا بصمات الاستاذ الدكتور امين المنهجيه وواضحه في هذا الشان، يعني قوانين متعلقه ودراسه تحليليه ودراسه ميدانيه. عملت شغل طبعا يعني ممتاز، لكن اللي انا عاوز اقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس عبد الملك علي خالد الصوفي بعنوان دور المواقع الإلكترونية الصحفية الحكومية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب اليمني. اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة الأستاذ الدكتور سامي طايع مناقشا ورئيسا، الأستاذ الدكتور ياسر عبد العزيز مناقشا، وريم عادل مشرفا، بمقر المعهد يوم الخميس الموافق 13/8/2026 لمناقشة الدارس مناقشة علنية استمرت من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 تقريبا، ثم خلت اللجنة للمداولة وأصدرت التوصية التالية: إجازة الرسالة المقدمة من الدارس ضمن متطلبات درجة الماجستير في الإعلام من قسم بحوث ودراسات الإعلام تخصص الصحافة، وأوصت اللجنة بمنح الدارس درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز.